أهلا بكم. أن تولد مظلوم هذا هو أقسى أنواع الظلم. أن تولد لتجد نفسك مهجر من بلدك ومحروم من أن تعيش بأرضك وأرض أجدادك، هذا هو الواقع اللي عاشته أجيال كثيرة من الكرد الفيليين، أبناء المهجرين قسريا في زمن النظام البائد. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. وبهاي الحلقة راح نلتقي بأم رضا وابنها رضا، وكذلك جارتهم أم حازم، ونسلط الضوء على الأحداث اللي عاشوها أثناء تهجيرهم القسري إلى خارج بلدهم العراق. تتذكر أم رضا اليوم اللي غير حياتها وحياة عائلتها، اليوم اللي زار به أزلام البعث بيت أهلها. بالسنة 80 سفروني، كنا بالبيت قاعدين أنا وأبويا وأخويا، كنا قاعدين يم بيت عمتي مستأجرين يعني يمها. فبالليل ساعة بالوحدة من الليل بالثنتين يجي يجوز المختار اجى علينا، قال فكم سؤال بالمركز تعالوا وبعدين ترجعون. أخذوني أنا وأبويا، قال هيجي بس هيجي، احنا لبست العباية وأبويا خطية هيجي بهدومه مال هذا البيت دشداشة، وأخويا كان مريض عنده أعصاب، قال لازم هذا يجي. أخذونا وبالدربونة هم دربونتنا هم كم نفر ويانا وأخذونا، قال كم سؤال وترجعون. أخذونا للمركز، شفنا عوائل ايش قد جايبين، وقلنا ليش جايبينه؟ قال له هسه هذا. بعدين جابونا خلوا أبويا وأخويا بالمركز واني بالبيت، قالوا ذولا بنات خطية، وهاي أبو المختار جابنا للبيت. الصبح هم جوي علي أخذوني، أخذوني أنا رحت، قالوا دا يجيبون سيارات يريدون يسفرونا يأخذونا للمديرية العامة. بعدين احنا قلنا، رحت للمدير العام قلت له أنا شو اسمه، احنا لا هدوم عندنا لا شيء، خلي لا قل اروح للبيت اجيب هدوم. قال لا مو تروحين تجيبين فلوس ذهب شيء ترى ناخذه منك. هددوني. انا قلت لا هيك ما عندي. انا رحت للبيت بالعجل، قلت ترى راح يسفروني وهاي بنت عمتي قلت لها. بعدين جابوا سيارات بالليل، كان ذبونا على الحدود وعافونا، قالوا لنا هيك امشوا تروحون يم خميني. احنا ما ندري خميني منو، ما نعرفه، كنا من ذاك الوقت. قال لنا روح هيك قبل روحوا يم خميني. بعد زين اخذوكم بالسيارات، السياره ركبوكم وياها هاي؟ سياره هوايه كانوا، واحد علاخ، هاي السيارات الكبار مال الجيش. تذكرين كان اكو بكي بالسياره؟ ليش كلهم كانوا يبكون، وحتى جهال صغار شايب عربهم كانوا كلهم، ما يعني يحكون عربي، قالوا احنا عرب وليش يسفرونا وهاي. قال روحوا يلا انتم ايرانيين، روحوا يم خميني. والله انا حسيت هذا ظلم كان عليهم. شلون يعني هم هناك كان مسوين بيتهم حياتهم، يعني بانين حياه، بعدين صدام اجى ذبهم برا.
الشيء اللي سمعت خطي يعني جرهم من بيوتهم، يعني لا يعني من قبل قايل لهم يابا مثلا باكر نجي ناخذك لو اسبوع هيك راسا اجوا اخذوهم، يعني لا لابسين حذاء ولا هذا حفاي، اذا بيهم على السياره هذا فالظلم هاديهم للحدود. هذا الشيء يعني ما ينقبل، يعني هذا الشيء ما ينقبل، يعني ما اقدر يعني اتصور هذا الشيء، هذا ظلم كبير. وبقى اكو بيهم بقى اهلهم هناك، يعني من جماعتنا بقى مثلا عمتي هناك، لو خوال امي لو خوال ابويا وعمامهم باقوا هنا، يعني فارقوا من اهلهم وبيت فارغه، يعني بيت فارغه يعني ما كان عندهم اي شيء، اجوا للايران وهالتعب هذا الطريق، وشافوا مثلا حكي مو زين بالطريق، شافوا يعني اهانه صار بيهم وكل شيء، هذا يعني شيء صاير وياهم، وهذا ينقهرني. ليش؟ يقول العراق هل عظمه وهل هذا الشيء ما لازم هذا الشيء يصير بيه. فاتمنى يعني العراق الجديد يصير بيه يعني لا يتكرر هذا الحالات بيه ان شاء الله. في بداية لقائنا برضا اللي هو واحد من أبناء المهجرين، وهو بالتالي أحد أفراد الجيل الذي ولد مهجراً، فاجأنا بإجادته للغة العربية وتحدثه للهجة العراقية بطلاقة. بالبيت أمي وأبوي كانوا يحجون، وأنا يعني كنت أحب اللغة العربية، يعني كلسان هم قرآني هم لسان فصحى بي. كنت اسمع، يعني كنت صغير كنت اسمع مثلا الاشعار والاغاني مثلا العربي، وكنت احب، وعلمت من امي وابوي. هسه عمي هم مولد بالعراق وما يقدر يحكي عربي، بس انا حبيت يعني. تحس لغه بلدك العربي؟ نعم، يعني عندنا يعني فد يعني علاقة قلبية يعني حسية بالعربي عندنا. يعني صحيح أنا فارسي أحكي فارسي، بس العربي أنا حسيت يعني شيء بداروني بداخلي موجود. بدأت قصة أم حازم لما زارت ابن عمها المعتقل في سجون نظام الطاغية، بعد أن شافت بعينها الجحيم اللي موجود بشباب الكرد الفيليين المعتقلين. قررت أنه شباب العائلة لازم ما يبقون بالعراق، وبالفعل هاجر ابنها الكبير مع شباب آخرين بالسر إلى الجمهورية الإسلامية حتى لا يلاقون نفس مصير أقرانهم المعتقلين. أنا من كانوا وذولا بالسجن أو هاي شو اسمه واحد هذا شو اسمه فد واحد بدربونا مالتنا يعني كبير مالهم، اجا قال اليوم مال التصفيق ما هذول ماخذيهم ابهاتهم وهاي نروح شو اسمه. أنا ابن عمي هناك، أنا بنت عمتي خطية، رحنا قالت تجي، قلت والله أجي أشوف ابن عمي بالسجن. رحنا للسجن ذاك الوقت، شفت هذول الولد والله شو أقول لك ابني من شفت الان دالگم پیر بیوه زمینگیر بیوه هر روز هر شو ولا عکس براغم قصیه کات عکس براغم چوسنه دقی سینگو مور یری منیش و تک تنیا لکنج اثاقم انیشم و بیدن لقهر الدل اكريم اوجم يا حضرت زينب يا نشيرين براغم جواني براغم والنظر حسينة
من شفتهم جيت للبيت قلت لهم أبوهم وعمهم، قلت لهم أصلاً الولدنا الكبار لا تخلوهم، على تخلوهم أنا أقتل نفسي. قال ليش؟ قلت لا، على تخلوهم هذول بعد مو من عندنا. هو كان ولد أخرس وياهم، قلت بس أوفوا الولد الأخسر وابني صغير 13 سنة عمره، هم الله رحمه بحالي على ابني صغير ما أخذه. هل قال عنده إلى الله، أقول يا ربي بس انطيني هذا ابني. من يوم يقولون ياخذون بناتك، أقول يا ربي خليه ياخذون بناتي، خليه ياخذون ابني. خمس ساعات من المشي بالجو البارد بطريق جبلي مع أب كبير بالعمر وأخ مريض، كانت هذه هي أطول وأصعب 5 ساعات مرت بعمر أم رضا. نزلونا بالحدود، حدود إيران بعد ما ندري الجبال كلها، قالوا لنا هيك امشوا، واحنا بعد واحد ورا الآخر نمشي بالطريق. هواية مرضى كانوا، وأخويا كان مريض عنده أعصاب بالقوة نجره، وهاي لا هدوم عندنا لا شيء. بعدين وصلنا للحدود إيران، وصلنا هناك 5 ساعات احنا مشينا مشي بالليل. قالوا لنا ذاك قلاب شو امشوا تروحون توصلون يم خميني. احنا هم رحنا هاي نمشي ما حد هذا. لما وصلنا 5 الصبح وصلنا لهناك، 5 ساعات كنا نمشي. بعدين من وصلنا هناك جو الإيرانيين سيارات كانوا جوي كرماشان اخذونا قصر شيرين. أبويا رجال كبير كان وايد كبير، أنا كان عمري 18 سنة، أخويا 3 سنين أكبر مني 21. كان مريض إيه. شلون ضبطوا 5 ساعات؟ شلون مشيتوا؟ والله بعد وراه واحد يجر الأخ. أبويا كان لازم يجره ويصيح، ومريض وأعصاب عنده. يقول وين نروح؟ هاي وين أنا خلينا نرجع، يصيح. وأبويا لازم يجره بالقوة. وكانوا هم يساعدونا خطية قال ويانا كانوا. فما اكو جهالهم ماتوا يعني مريض كان. هاي وحدة هم كردية من عندنا كانت بدربونتنا خطية، ابنها يعني جاهل صغير بالرضاع يعني تطياري توفى. بعد لما وصلت هناك وعندها واحد مسقط كان خطية. شلون توفى الرضيعة؟ وهي لما وصلت هناك شافته ميت. وبعد خلونا بالمسجد، فكم يوم بالمسجد خلونا. بعدين ابن عم أبويا كان هنا بإيران، إجا كفلنا وطلعنا. رادوا ياخذونا للأردقاء. بعد قالوا لنا عندكم أحد هنا؟ أبويا قال عندنا بس ما عندي عنوان. وهاي كان ذاك الوقت نخاف نحكي نقول بإيران عندنا أحد. وهاي ابن عم أبويا كان هنا بالسبعينات مسفر، إجا ورانا دور علينا وطلعنا كفلنا. أم حازم اللي كانت قاعدة ببيتها مع أطفالها بأمان الله، فجأة تم اقتيادها مع أطفالها طبعاً إلى مديرية الأمن، وتم فصلها هي وبناتها عن زوجها وابنها اللي كان عمره في وقتها 13 سنة. احنا كان كنت بالبيت وجهالي أبوهم كان بالدكان، وجوي علينا دقوا الباب طبوا جوه. بعدين لمونا واخذونا. وين؟ أمن أخذونا، ما أدري بس بعدين عرفنا بالأمن. إحنا ما نعرف إحنا، بعدين عرفنا بالأمن. أخذوا أبوها والولد 13 سنة عمرها كان وياي، أخذوها ويا أبوها، وأنا والبناتي خلونا بالهاي يم النسوان. والله إحنا لا ما عذوا إلنا، بس ياخذونا يسألون علينا، يسألون من عندنا، يشدون عنا، يشدون عن بناتي صغار خطية. خايفين؟ ليش ما نخاف؟ ما احنا شايفين أمن؟ خايفين. أخذونا الأمن، كان عندنا شوية هيك ذهبات أخذوها، فلوس جيب الولد، أبوهم أخذونا جابونا لإيران.
وش قد بالها شو اسمه، احنا كله بالامن وبالها شو اسمه بالتسفيرات شهرين. كانت أم حازم بسبب خوفها على عائلتها من مجرمي البعث تتمنى أن يتم تهجيرهم اليوم قبل باكر. الرعب اللي حست به أم حازم من طواغيت البعث ما فارق ذاكرتها لليوم رغم تقدمها بالعمر. قلنا على واي يسافرونا ليخلونا هنا، اي والله قل من لا يخلونا هنا نتأذى. كان يجون يخوفونا، يقول أبو جهالك ابنك، أنا أخاف على يقولون لي يأخذون ابنك، أتخبى. يقولون يأخذون بناتك، أقول خلي يأخذون ابني بس لا يأخذون بناتي. إي والله يعني هواية تأذينا، يعني إرهاب، عندنا إرهاب. بناتي واحد عمرها 9 سنين، واحد عمرها 11 سنة، الله عمرها 17 سنة، كبيرة مالتهم هاي. إيه البنات أخاف، بس عندي أقول يا ربي بس احفظ بناتي سالمة، رجع أوديهم هناك. إي والله كان عندي فوات أخليها بركض حتى هذول مو صغار، هذول كبار. اي والله بنتي صغيرة كان يجون ياكلوني، يقولوا لي انتي اكلي ويانا. قلنا لا انا ما جوعانة، بنتي صغيرة كان 9 سنين، انا ما جوعانة. قال لا تخافين احنا ما نسممك، هاي مو سم، هاي اكلنا انت مكلي. قال لا انا شبعانة ما اريد. انتو ايرانيين يابا، احنا كلتنا جهالي ولادة هنا، ابوهم هنا ولادة، انا ولادتي هنا، شلون من جاب؟ احنا الله ما شايفين ايران. احنا ما شايفين ايران، لا انتو اصلكم ايرانيين. يعني جدنا ايراني، ابونا ايراني، احنا ابوهم مو ايراني خطية، ابو جهال عراقي. عندكم جنسية كانت ولا؟ ليش ما عندنا كان؟ اي جنسية، شهادة عندنا كانت، حتى جهالي كان طلعت لهم شهادة. اقول احنا على مو عراقية، لعد شلون هذول عندنا؟ اخذوه من عندنا. موقف ما تنسى أم حازم أبداً، موقف أثبت لها مدى الحقد والغل الموجود بقلوب أزلام البعث تجاه الكرد الفيليين. بس أنا أخاف على البنات، على ابني صغير وياي، ابني الكبيرة لا مو وياي. كان يقولوا له سوي لنا مثل الكلب، سوي لنا مثل الحمار. عود هو جاهل 13 سنة عمرها، يسوي له مثل الهاي أسد. قال ها أنت يعني أسد؟ يضربه. إي والله. قدامك؟ لا مو قدامي، هم يمهم. إيه هناك هذول ظلام. في 18 ساعة مشت أم حازم مع عائلتها وعوائل كثيرة أخرى، جوع وخوف وألم. هذا كله انتهى لما وصلوا لحدود الجمهورية الإسلامية. 18 ساعة مشينا، 18 ساعة من الشمال مشونا للإيران. تذكرين المشي شلون مشيتوا وصار بيكم بالمشي؟ مطر، جهال صغار هذول كانوا وياهم نساعدهم بالجهال. احنا الغام ما جاء علينا، بس على الجبال هيك يعني مطر. اي والله. اكو ناس وقعت، ناس ما وقعوا. منو بحال منو؟ كان ينطونا هاي شو اسمه صمون، ما ادري انا اصلا ذبيته بدها، قلت هاي ابيع السم، يسمون جهالي ما ناكل.
كان عندي هيك عبير لبستهم، والفوط مالي لبستهم. قلت حتى لا يقولون ذولا صغار. لا بالمشي صار بيني بالمشي بناتي بالمشي خوب وياي ويا ابوها. لا ما يتأذون واحد، لا ما أذونا إلا بس هم بعد الطريق مشوا أذينا. بعدين الإيرانيين جو قدامنا ودونا هناك، أكلهم خطية ذولا الجنود مالتهم جابوا لنا. أكلتوا من وصلتوا أكلتوا؟ إيه من وصلنا كان هاي كان خطية، كان انطاهم أكل مالهم جابوها إلنا. رجلنا هي شوارع. أبويا عفته هناك، أبويا بالسجن خلوها. أبويا بالسجن، رجال كبير خلوها بالسجن. ليش خلوها بالسجن؟ قال أنت مسوية شو اسمه، واحد جيراننا قال على مود هالبيت مالها، وخاب عنده جنسية وعنده كلها كان أبويا. بس أختي كانت هناك، ولد عمي هم كانوا هناك بيهم، خالي هناك كانت. هاي مثل هبة صارت كلتنا دزة يصير دزونا. اشتاقت لهم شفتيها؟ ليش ما اشتاق؟ شلون واحد ما يشتاق لها؟ اكو ما يشتاق لها. ابويا راح بحسرتنا. اي والله ابويا هناك ماتت بحسرتنا. ابويا رجال كبير، اني سفروني، اختي كانت خطيه ووجهها سفروها. رضا عشق العراق قبل أن يشوفه أصلا من كلام والده والدته عن العراق وأهل العراق، لذلك رضا دائما يفتخر بأنه هو عراقي رغما عن الظروف اللي جعلته يكون بعيد عن بلد الأم. والله صحيح أني بالأصل يعني أحب يعني أفتخر كردي، قوميتي إيه نعم، وأفتخر أي مكان أقول له أنا كردي. بس العراقي هسه اكثر يعني بالناس هنا من نروح ونجي وهذا يقولون انت لهجه فارسيه ما عندك بعد، يعني مو والد هنا يقول اكثر انت تحكي عربي، يعني بالفارسيه من احكي الفارسي هم عندي لهجه عراقيه. يعني كل واحد يقول راسا يقول انت عراقي، بس بالايران يعني هو انا عايش بايران وخالد يعني خريج من جامعه، بس كلهم يقولون انت لهجتك مو ايراني. ايش تحس انك عراقي؟ يعني اكيف، يعني مو يعني فشي مثل يضوجني لو هذا، يعني اكيف فشي حلو. الشوق للعراق هو السمة المشتركة بين كل الكرد الفيليين في المهجر، ما نسوا بلدهم رغم كل اللي عانوا، وحتى الابن اللي عمره ما شاف العراق ربوه على حب تراب هالبلد، لذلك كان وسيبقى الكرد الفيليين رمز للقوة والصبر والتضحية وحب العراق. وايد اشتاقين وايد. ليش اخواني عمري هناك بالازيل هناك كنت، وابويا اخوي ابويا من الشاب الوقت ممكن كان يريد جندي يصير ورايح للعراق. ايش كنت تشتاقين بالعراق اكثر شيء؟ والله وايد اشتاق. الأهلي هناك، بنات عمتي كانوا، وابن عمتي هناك، حماتي هناك، وطبعا اشتاق هناك هواية. طبعا خليها هسه مشتاق، يعني دائما هو من لساننا يتبين، يعني من امي وابوي يحكون عراقي لي هسه، وفارسي هم فارسي مالتهم متكسر. انا ابن ايران شويه هسه عربي ممكن ما اقدر ذاك الفصحى احكي، بس هذا الاشتياق اللي بيهم صار عندي، هذا صار الاثر علي على مود احكي لسان عربي، هذا هو دليل. كانوا يحكوا لك عن العراق؟ طبعا يحكون، كان على مثلا الذكريات اللي كان عندهم، الايام الحلوه، مثلا كانوا يروحون سينما، شلون كانوا يروحون مثلا، شلون
الاكلات البرة مالتهم شنو برا كان ياكلون، مثلا شلون كانوا يروحون مثلا لقرايبهم شلون هالحكي. الاهم شيء الطيبه مالتهم، الطيبتهم يعني شلون اقول لكم، كانوا يقولون ناس كلنا كان يعني المنطقه يعني ذولا كانوا مثلا بشارع الكراد، في شارع عقد الكراد كانوا يقولون له، يعني كلهم بيت واحد. هسه كان مو كلهم، اكثرهم هنا موجودين. احنا مثلا نحكي وهذا مثلا يقول بيت فلان بيت فلان بيت فلان، يعني كان جيرانه. يعني انا كنت اقول لامي هذا شنو هذا، كلهم عايشين يعني بصفنا. قال ايه هذا اهل الشارع اهل الفرع كلهم يعني نفس البيت، يعني بيوته كانت مفتوحه. ويعني ما كان عندنا يعني هم يعني من لسانهم دا اقول يعني ما كان عندنا شيء يعني غريب بيننا، كل شيء كان مفتوح، يعني كل شيء كان ما ادري شلون اقول له. فهذا يعني عجبني هذا الشيء، يعني ظل ببالي يعني لازم اروح للعراق واشوف هيجي اكو شيء. رحت للعراق شفت بعينك؟ والله شفت. وين رحت بالضبط؟ اعطيني التفاصيل. تفاصيل اني كم مره رايح للعراق، بس اول شيء رحت على القرايب. القرايبني مثلا بيت عم امي وابوي ما يفرق، والعمتي واخوال ابويا. اي نعم طبعا. وبعدنا اتصالات، يعني من صار اتصالات عادي كان راسا احنا فتحنا الاتصالات، يعني مشتاقين هالقد. واحنا كنا نحب يعني نشوف اهلنا ناسنا، ما يفرق هناك هنا، ما يفرق الانسانيه، ما يفرق. انا بنظري انسانيه ما يفرق اي مكان عندك شيء، يعني عندك الاهل، عندك هذا يصير هذا وطنك يصير. طبعا انا احسه هيك. فمن رحت هناك يعني بيتهم، يعني الاستقبال اللي سووا لي يعني شافوني انا عجبت. يعني اول مره دا اشوف مثلا خال ابوي، فالشكل استقبلني انا عجبت. يعني لا حسيت بالغربه، لا حسيت بالهذا، يعني حسيت اني اعرفهم السنين. هذا كله اثر علي، يعني كله اشتاقيت وحبيت عراق اكثر من اللازم. يعني انا حسيت ببلدي، انا حسيت عراق بلدي انا. نعم بالنعم. وافتخر اذا عراق يعني يصير بلدي. انا صحيح هسه بالايران يعني عايش حياتي كلها بايران، حياتي كلها بايران، بس افتخر اذا عراق يصير بلدي. هو بلدك الاصل طبعا، بلد امك وابوك، بلد طبعا هذا الحنيه موجود بينا، وصار اكثر. كل ما اروح يصير اكثر، كل ما اشوف القرايب، اشوف الجماعه العراقيين اللي موجود، اتعامل وياهم الحمد لله وشكر. يعني يعني التواصل عندنا ويانا غير طبيعي، يعني كلش زين وانا مرتاح لهم. احنا دائما اقول احنا جوارين، والله جوارينا عرب وصفنا، يعني وقفوا إلنا هزموها لولدنا. اي واحد ليش حرام علينا، هزموهم. قال حتى لا يقتلون ولدكم. هسه ولدهم مثل ولدنا، والله كان مثل ولدنا ابدا. احنا يعني ماكو فرق بيناتنا وياهم خطيه. شفت جيراننا ذولا خطيه، كان شو اسمه يبوسوني، يقول لي رجع، وقلت لا ما ارجع بعد، ما ارجع. انا ارجع جهالي بعد ما يقبلوني يرجعون. زين خلاص رحت للزياره؟ اي والله رحت، ليش ما رحت؟ هسه هاي 5 سنين ما رايحه. مشتاقه؟ اي والله مشتاقه، ما اقدر، اني ما اقدر اروح، هسه ما اقدر اروح. يعني كانوا هنا خطيه بهيمه، يعني صدق. يعني هم كان عندهم امل من سقط صدام، يعني صار فد اشتياق بين الناس. هم قالوا نقدر نشوف اهلنا، نشوف ابننا، جهالنا، عشيرتنا، قرايبنا،
ونقدر نحقق حقوقنا. يعني كان عندهم بيوته هناك خطيه اكو بيهم، كان عندهم اموال هناك، ويعني من صار هذا يعني فرحوا كلش فرحوا وصار امل عندهم، وهذا كلش زين. وهسه الحمد لله شكر اكثرهم رايحين، اما شافوا اهلهم، شافوا ابنائهم، جهالهم، واخذوا يعني هم اكو بيوم اخذوا حقهم، مثلا رجعوا لقيعانهم، رجعوا لبيوتهم، الحمد لله وشكر. هذا مو فرحه بعد شنو؟ احسن شيء. طبعا فرحت، ليش ما فرحت؟ من سقط فرحت، من سقط أنا رحت. اي رحت، كانت حماتي جايه ورا كم سنه من متزوجه، يعني بالسبعينات، اهل مسفريهم ما شايفتهم، فهي جت هنا. بعدين انا وزوجي اخذناها للبيت، يعني رحنا وياها للعراق. اي هناك هم رحت اقدم، رحت دوره واسمي، قالوا ايش عندك انت ايران يعني بهالوضع زين، ايش عندك بايران بالعراق؟ قلت له ليش هذا وطني واني احب. وقال انت عندك جاي؟ قلت له اي عندي 2 جهال واني احب عراق. قال لي ايران بهال يعني رفاه وهاي زين، انت ايش عندك بالعراق؟ قلت له لا والله اني احب عراق ووطني هذا وافتخر به. فهم قالوا احسنتي، وهاي يعني شفقوني على الحكي. بعد قالوا لي هذا دوره وما لقوا اسمي، قالوا لي روحي للسفاره الإيرانية هناك طلعي الإقامة مالك، شلون أنت إذا أنا متولدة شلون ما عندك ولادة، حتى نسوي لك ورقة ولادة وبعدين قدمي. بعد أنا ما رحت، وإدي خرج وما عندي أني أروح وأخرج، ولازم محامي وخرج هواي يريد. أني سمعت بأن الحنان اللي هناك موجود، الأخوة اللي كان موجود بالعراق، والثقافة الحلوة كان عندهم ذاك الوقت. هسه هم اكو الكرم اللي بالعراق موجود، وهسه انا رحت هم شفت بعيني، يعني فد روابط الاجتماعية كلش ممتازة هناك، يعني واحد يهتم له، هذا الشيء كلش ممتاز. والدول الأخرى ماكو شيء، يعني هسه هذا بإيران يعني ذاك الأخوة، ذاك يعني روابط الأسروية بإيران ماكو ذاك الشيء، يعني الروابط روح وتعال وهذا الشيء ماكو، قليل يعني، مو ماكو، اكو بس شنو مو مثل العراق. يعني واحد يهتم لاخ، واحد يسأل عن لاخ، يعني واحد يريد مساعدة رأسا يساعدوا، ما يسألوا من عندك، رأسا يساعدوا، يريد فلان شيء يقول تفضل، يعني كرمهم فالشيء غير طبيعي. فهذا الشيء اختصاص للعراقيين، يعني دول الخليج أنا رايح ما شايف فيك شيء، يعني مو مثل العراق. العراق بدمي وبروحي، وجرح الأحلى بجروحي، يا روحي الموطني روحي، وغسلي همومك بمية. العراق بدمي وبروحي، وجرح الأحلى بجروحي، يا روحي الموطني روحي، وغسلي همومك بمية. كذا وجنسيتي وأوراقي، لكن جذري ظل باقي. كذا وجنسيتي وأوراقي، لكن جذري ظل باقي. عراقي وابقى لعراقي، وقطر وفوح النية. وإذا عندي ذنب ذنبي، وإذا عندي ذنب ذنبي، أهلك راد فيليا، أهلك راد فيليا. والله أروح النجف، أروح على أبوي وأمي. شو تقولي لهم؟ شو تقولي لهم خلاص احكيهم؟ شو أقول لهم؟ بعدهم ما راحوا. مشتاقة تروحي تقابلهم؟
اي والله ليش ما مشتاقة. هاي 5 سنين ما رايح حدا اشوف قبرهم. اني ما اقدر اروح. اي ما اقدر اروح. لا من كنتي شي كنت اروح، ليش ما اروح؟ اختي كان اروح شهرين اقعد يمها، اروح اي والله يم اختي بالعراق. طبعا رحت شفت كيفت هواية، يعني شفت العراق وكان متغير. احنا كان تانكي مال ماي اكو براس شو اسمه. رحت قلت له وين شوي وين هنا؟ قالوا بابا هذا ثوره. قلت له قبل ما كنت شايف، كان اكو تانكي هنا براس هذا. فرحت ببيت بنت عمتي، وهناك تقريبا 3 أسابيع بقينا. رحت للنجف والكربلاء والكاظمين، رحت حماتي هناك بيتهم، اخذوني زوروني وبعد رجعنا. اي طبعا كان خرابه صاير، غير كله كان هذا. حتى البريد كان قبل قديم بيتنا هناك، من اني مثلا جايه بالدنيا. رحت قلت اشوف ذاك البيت اللي كنت اني. حتى رحت للشورجه، كله زباله كان وصاخه يعني مدمر، كله واقع. الكهرباءات وما عندهم كهرباء، خطيه يعني، كل متدمرين كانوا. رحت على جوارينا، شافوني عرفوني، هواية كيفوا علي. اي والله. اي رحت قلت لبنت عمتي، قالت هي كانت بدربنا، كانت بقطع 18، شالوا ابنها الشهيد، شالت راحت بقطع 24. بعدين اني رحت قلت له هذا مو البيت مالكم، كنت ناسيه. قالت احنا شلنا جينا هنا. قلت له لا عاد اخذيني على البيت اريد اشوفه. رحت البيت القديم كان بايعيه، رحت طبيت جوا، بتها اخذتني بنت عمتي. دقينا الباب، طلعت مره قال ها ايش بيكم؟ قالت هاي كانت بهالبيت مسفره، طب جوا شوف البيت. رحت شفت الغرف، شفت بيتنا وهاي. بعدين طلعت طبيت على جوارينا همينه، كم جوارين رحت شفتهم، سلمت وياهم. فكيف هوايه. الظلم في حياة الكرد الفيليين ما انتهى لحد الآن. أغلب المهجرين ما تم تعويضهم عن اللي جرى بيهم، وروتين الدولة القاتل صعب عليهم طريق المطالبة بحقوقهم. هجروهم، بيوتهم أخذوا، سياراتهم، أملاكهم أخذوا، بالبنوك سدوا عليهم فلوسهم أخذوا. هواية هنا تعذبوا بإيران، يعني كانوا مستأجرين وما عندهم وجهالهم صغار. هواية يعني صعبة كان عليهم خطية. انت لو باقي بالعراق كان كملتي دراسة؟ اي والله، لان اني كنت قالوا لي انت ايرانية، ما كان هذا، ما عندي جنسية. كان رحت محو الأمية، سجلت، رحت للخامس. حتى كان الدراسة مالي كلش زين، شاطرة كنت. بعد صف الخامس كنت وسفروني. اصلا انا ما مقدمة هيك، بس رحت قلت جنسية، قال له ما يصير. بعد زوجي قال ما يصير. لا عاد شو تعد تروحين تدوخين نفسك وما ينطوج. بس هو عنده شو اسمه، امه عنده. لا انت ليش ما عندك جنسية؟ قالوا لي انت ايرانيه، ما عندك اسم هنا، اذا عندك اسم يا عمك نطيج. ما عندي، ما عندي. والله احنا صراحه خصوص بيتنا لا، يعني الظروف ما جاي يساعدنا يعني نقدر نروح مثلا ونحقق حقوقنا. يعني اكو موانع هواي قدامنا، يعني اكو موانع حقوقيه، موانع الحكوميه، وهذا اشياء بعد لي هسه احنا يعني ما مسوين، يعني ما محقق حقوقنا، ما صاير يعني ما ماشيين بالاجراءات بعد. نعم ما ماشيين بالاجراءات. نعم يعني والدي خب ما كان عنده، والدي من اجى يعني كان شباب، يعني كان تقريبا 18 20 سنه عمره. لا البيت شفتوا ايجار لو ملك؟ هناك بيت جدي كان. بيت جدك هم اخذ له؟ بيت جدي ملك، يعني هم كان لا كان خوالي وخوال ابوي وهذا كان ساكنين به لي هسه، بس هسه باعوه، ويعني كل واحد اخذ السهم مالته.
طيب بس احنا ما يعني ما وقع بيدنا شيء. ما اقدر اتقدم عليها، ما اقدر. مو بيها روحه وجايه واني ما اقدر، ما رحت، ما قدرت، ما اقدر ودعت. اولادك قدموا اولادك؟ لا ما قدموا. الشيء الرئيسي هو هذا، يعني فرق العمله اكو هم اجراءات، يريد مثلا وقت هواي، يعني لو واحد لازم يظل هواي هناك عنده اجراءات طويله، فهذا يصير مانع. اذا مثلا اكو اجراءات اسهل اسرع، واكو مثلا اذا كان اكو مثل مندوب بايران واحد يقدر يراجع له مثلا يمشي اموره، هذا هم هو يساعد يعني طبعا والله احس هوايه، يعني احب ارجع لهناك ويعطوني جنسيه. اذا انطوني جنسيه اي ليش ما اروح هناك، احب اني اروح. طيب حتى جاء ابني هوايه يحب، على طول يقول لي روحي، بس خب يعني لازم عندي غير مصرف يريد اروح ما اقدر. ابني يقول لي يوم روحي، هاي كلهم راحوا طلعه وانتي روحي. من اول قال لي، بس اني بعد قلت ابوك ما يقبلوا. يقول وين اذا من ما ينطوني؟ اقول له انت روح، هو من ما يروح. اكو واحد على بيته وحالها ومالها ما يتحصل، ابوها حافظ دكان ماله بالصدريه، ابو جهالي. دكانكم حصلتوه زين؟ لا اغراض البيت؟ لا ما حصلنا ولا رحنا. انتم ما قدرتوا؟ لا بعد ابوها ما يروح، كان الله يرحمه بعد ما وقفت حتى تروح. 33 سنة هاي متوفى، أنا ب 82 سافرنا. نعم، يعني أنا أتمنى أكون لجنة كاملة، يعني عندهم اختيارات بيدهم، يعني يسوون العمل، يعني حق التوقيع عندهم، يعني حكي مالهم يمشي. فد لجنة فعالة يجي مثلا يسوون مكتب بالسفارة، لو فد مكان فد مكتب، ويمشي الأمور، يعني المشاكل اللي موجودة للكراد للعراقيين اللي موجودة بإيران. وإذا هذا الشيء يصير يعني كلش ممنون نصير. هذا يعني عندنا مشاكل هواي، وإذا يعني المجموعة اللي يجون يعني يقدرون يحلون المشاكل، يعني عندهم سيطرة على هذا الشيء، هذا يعني كلش ممتاز يصير. ذول الجماعة اللي خطية من السبعينيات من الثمانينيات جايين هسه كبار بالعمر، فما يقدرون يراجعون، هم وضع المالية ضعيف أول شيء، والثاني شيء كبار بالعمر، إذا يجون يسافرون يتمرضون، لو الله لا يقول يموتون، كل شيء يصير بهم. فإذا أكو فد مندوب، إذا أكو يعني إذا يصير فد مندوب فد لجنة يعني يحل هذا الموضوع. احنا نريد أول شيء فد لجنة اللي يقوم بالعمل، يقوم بالواجب مالته. أول شيء الواجب مالته شنو؟ الإحقاق الحقوق الكراد، ذول اللي خطية من سبعينيات ثمانينيات جايين هسه كبار بالعمر. هم اجراءات، يعني هذا فد مشكله، ما يقدرون يراجعون على مود عمرهم ويتمرضون، ممكن يموتون، ممكن اي شيء يصير. والثاني شيء الاجراءات طويله ويكلف، صراحه يكلف، والناس اللي خطيه هنا يعني ما عندهم ذاك الامكانيه يجون، فرق العمله هواي. فاذا اكو فد لجنه ويا مندوب ممتاز، يعني عندهم حق توقيع زين، يعني حكيهم يمشي، وحكيهم يعني نص القانون يصير، يعني ما يريد بعد مراجعه الثاني والثالث والرابع بالعراق، يعني هو يحلون المشكله هنا. بس الاجراءات مثلا الخفيفه، يعني هذا بس لهذا، مثلا التوقيع الاخير اللي بالعراق مثلا كمثال نقول، هذا الشيء ممكن.
بس اللي جماعه يجون ويروحون وهذا ما يصير، هذا غير عملي، وخطيه هيك يبقون لهذا الحاله. هذا الحاله هم تشوف السنين، صاير السنين ونفس الحاله، هم قاعدين لمكانهم وما يحجون. التعويض مهما كان كبير ما راح يعوض الكردي الفيلي عن الظلم اللي شافه، لكن على الأقل يخليه يشعر أنه الدولة تقدر تضحياته، يخليه يشعر بالتقدير، وهذا أهم من كل كنوز الدنيا. إلى اللقاء.